تخمين الوزن. كان جاك يشتري الخضار لإعداد وجبة الغداء، واشترى كيساً من الجزر عندما اقترب منه رجل غريب وقال له: سيدي، أنا لا أحمل أي نقود، ولكني بحاجة حقيقية لهذا الجزر. لنتفق على أي شيء. إذا كتبت على هذه الورقة الوزن الدقيق للجزر فسيتعين عليك إعطائي إياه، وإن لم أفعل سأعطيك ساعتي. وافق جاك ظناً منه أن فرصة الرجل في تخمين الوزن الصحيح ضئيلة. كتب الغريب شيئاً على الورقة وأعطاه لجاك، وبمجرد أن قرأها جاك أعطاه كيس الجزر. ماذا كتب الرجل على الورقة؟ كتب الرجل: الوزن الدقيق للجزر، تماماً كما قال. هل سيفوز في اللعبة؟ ذهب مارك لزيارة متجر جديد للألعاب في حيه، وفي ذلك اليوم كان الموظفون يوزعون ألعاباً مجانية على الزوار الذين يجيبون عن أسئلتهم بشكل صحيح. وقف مارك في طابور الانتظار وانتظر بفارغ الصبر ليرى ما إذا كان سيتمكن من الحصول على اللعبة التي لطالما أراد امتلاكها. وعندما جاء دوره قال الموظف: ما الذي له 6 وجوه ولكنه لا يضع المكياج، وله 21 عيناً ولكنه لا يرى؟ شعر مارك بالراحة عند سماعه اللغز، وعندما أجاب حصل فوراً على اللعبة. ماذا أجاب؟ حجر النرد. التفاح الغير قابل للقسمة. ذهب سام لقطف التفاح مع أخته، وفي طريق العودة التقيا بأبناء عمهم 4. لم يكن في السلة سوى 5 تفاحات، وكان على سام أن يقسمها بالتساوي بين أخته وأبناء عمه، لكن كان لابد من بقاء تفاحة واحدة في السلة التي سيأخذها إلى المنزل. كيف سيوزع التفاح؟ سيعطي أبناء عمه 4 تفاحات، ويترك تفاحة واحدة لأخته في السلة ويعود معها إلى المنزل. متجر جديد للبيع بالتجزئة. افتتحت سوزي صديقة جون متجراً جديداً للبيع بالتجزئة، وابتكرت طريقة جديدة للتسعير كالآتي: ربطة العنق 15 دولاراً، الحزام 8 دولارات، والقبعة ب8 دولارات، والسترة الرياضية 20 دولاراً. باستخدام ذات الطريقة احذر سعر الحقيبة. 10 دولارات، تحسب دولارين مقابل كل حرف في اسم الغرض. شجرة التفاح. فاز سايمون بلقب أذكى شخص في البلدة. في أحد الأيام استيقظ في قبو أحد العلماء الأشرار. هذه مفاجأة. الذي أراد أن يثبت بأن سايمون كان يغش في الاختبارات، لذلك قام ببث الحدث مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليثبت صحة ادعائه. قال: حسناً يا سايمون، سأطرح عليك سؤالاً بسيطاً في الرياضيات. مزارع في كاليفورنيا لديه شجرة تفاح في حديقة منزله، ويورد ثمار الشجرة إلى محل بقالة قريب. يوم الأحد اتصل صاحب المتجر بالمزارع ليرى كمية الثمار التي سينقلها يوم الاثنين. يعلم المزارع أن على الجذع الرئيسي للشجرة 26 فرعاً، يحتوي كل واحد منها على 15 غصناً، ولكل غصن 8 أغصان صغيرة يحمل كل منها ثمرة واحدة. كم عدد حبات البرتقال التي سيسلمها المزارع؟ أجاب سايمون على السؤال فوراً بشكل صحيح. هل يمكنك ذلك؟ قال سايمون: ولا واحدة. أشجار التفاح لا تحمل البرتقال. نهاية مروعة للحفلة. أين ماري؟ قضت سارة وجيمي عطلة نهاية الأسبوع في منزل ماري. خلدوا للنوم في وقت متأخر يوم السبت،
وفي الصباح لم تكن ماري موجودة، لكنها تركت ملاحظة على الطاولة كتب عليها: تعال واعثر علي هنا. NOONDL. إلى أين تشير الملاحظة؟ إلى مدينة، جبل مشهور، غابة أم جزيرة؟ إنها مدينة. إذا أعدت ترتيب الحروف فستحصل على كلمة لندن. الباب الصحيح. كان مايك يقود سيارته على الطريق السريع ل7 ساعات عندما انفجر إطارها، فطلب المساعدة، لكنهم أخبروه أن إصلاحها سيكلفه $200. غضب مايك لأنه كان عطشاناً وجائعاً ولا يحمل المال. ظهر أمامه وهو لا يزال جالساً في السيارة 3 أبواب على كل واحد منها لافتة توضح وجهة الخروج. الأول مليء بالطعام، برجر ومعكرونة وسرطان البحر وبيتزا، والثاني مليء بالمشروبات، من مشروبات الطاقة إلى الصودا والشاي المثلج. ويؤدي الباب الثالث إلى $1,000,000 نقداً. أي باب يجب أن يفتحه مايك أولاً؟ باب سيارته. من أخذ السيارة؟ عاد السيد رونالد إلى المنزل من إجازته التي دامت 3 أسابيع ليجد أن سيارته مفقودة. كان قد ترك 3 من موظفيه في المنزل للاهتمام به، لكنه لم يجدهم عند عودته، ولمباغتتهم دعاهم السيد رونالد لمكالمة فيديو. قال شون إنه كان في الحافلة عائداً إلى المنزل بعد قضاء الليل في الخارج. قال جورج بأنه كان متوجهاً إلى الجامعة لحضور المحاضرات، لكن يمكنه القدوم للمساعدة في إيجاد السيارة. قال كريس بأنه وصل للتو إلى غرفة الفندق في إيطاليا ولا يملك أدنى فكرة عما حدث للسيارة. تمكن السيد رونالد فوراً من معرفة الكاذب. إنه كريس. أشارت الساعة خلفه للوقت نفسه الموجود على هاتف رونالد، أي أنه لم يكن في إيطاليا. الطريق الصحيح. كان لاري يتنزه في الجبال ليومين عندما ضاع، ورأى حينها طريقين، يؤدي أحدهما إلى بلدة قريبة ويأخذه الثاني إلى مكان يضيع فيه للأبد. هناك فتاتان توأم تعرفان الطريق المؤدي إلى البلدة. يمكن للشاب أن يطرح عليهما سؤالاً واحداً فقط، ولكن هناك مشكلة. إحدى الفتيات تكذب دائماً، والثانية لا تقول إلا الحقيقة. لكن لاري لا يعرف من الصادقة بينهما. بعد 25 دقيقة وصل لاري إلى البلدة المجاورة. ما السؤال الذي طرحه على الفتاتين؟ إذا سألت أختك عن الطريق الصحيح، فأي طريق سترشدني إليه؟ ستشير الفتاتان إلى الاتجاه ذاته، ولكن لاري سيسلك الطريق الآخر. أين يختبئ؟ هرب جيم من السجن يوم السبت. قامت الشرطة بدوريات في البلدة التي شوهد فيها آخر مرة، حتى وصلتهم معلومة بأن أحد الجيران رآه يدخل أحد هذه المنازل ال3، لكنه لا يتذكر أيها بالضبط. ألقت الشرطة نظرة على المنازل واعتقلته. كيف عرفوا المنزل الصحيح؟ إنه المنزل الأخير على اليمين. السيارة مواجهة للطريق، وهذا أسلوب شائع يستخدمه الهاربون للفرار دون إضاعة الوقت. أين تسكن؟ غادرت مايا منزل والدتها على إثر جدال كبير بينهما. أرادت والدتها أن تعرف إلى أين ذهبت ابنتها، لكن عند عودتها من العمل إلى المنزل يوم الثلاثاء كانت مايا لا تزال مفقودة. لم تكن مايا تحمل هاتفاً، ولم تعرف والدتها إلى أين ذهبت، وبعد ساعتين وجدت مكانها. كيف حدث ذلك؟
اتصلت بآخر رقم على الهاتف وأخبرت من رد على الهاتف أنه فاز في اليانصيب، ثم طلبت الاسم والعنوان لتسليم الجائزة. أي باب هو الصحيح؟ تسلل عالم الآثار شين إلى بعض الكهوف المصرية تحت الأرض، وعندما اكتشف الحراس أمره بدأوا في مطاردته. هرب شين بسرعة، وخمنوا ماذا وجد؟ 3 أبواب. خلف الباب الأول 4 تماسيح شرسة، خلف الباب الثاني عبوة ناسفة ستنفجر بعد 5 دقائق، وخلف الباب الثالث بركة مليئة بالبكتيريا والطفيليات. أي الأبواب عليه أن يختار؟ الباب الثاني، ولكن بما أن الحراس سيأتون بسرعة سيكون عليه نقل العبوة الناسفة إلى غرفة التماسيح ثم الهرب لتجنب الإمساك به. الحقيبة المفقودة. عادت جينا ومارك من إجازتهما في هاواي. عند العودة اكتشفت عدم وصول حقيبتهما منطقة استلام الأمتعة، إما أنهما قد أضاعاها أو أخذها شخص ما. كان للحقيبة قفل. عندما أتى رجال الأمن في المطار استجوبوا 3 أشخاص قدم كل واحد منهم أعذاراً مقنعة. قال المضيف بأنه فحص الطائرة ولم يعثر على أي أمتعة. قال القبطان بأنه من المرجح أنها تركت في هاواي، لكن لن يفتحها أحد لأنها محكمة الإغلاق. قال حارس أمن المطار بأنه اتصل بمطار هاواي للتو ولا أحد يعرف ما حدث. قامت الشرطة فوراً باعتقال القبطان. لماذا؟ كان يعلم أن الحقيبة مقفلة دون أن يخبره أحد بذلك. حادثة السطو. اقتحم أحدهم شقة سوزان في اليوم السابق للهالوين، وعندما عادت إلى المنزل من عملها ورأت الفوضى اتصلت بالشرطة. لم تظهر على الباب آثار اقتحام، وكانت النافذة مفتوحة فقط. استجوب المحققون 3 من جيرانها. كانت السيدة ماري تعمل على حياكة زوج قفازات لحفيدتها. قال مايكل بأنه عمل لمدة 14 ساعة في اليوم السابق وأنه كان نائماً طوال اليوم. قال دانيس بأن ساقه مكسورة ولم يغادر المنزل منذ 3 أسابيع. عرفت الشرطة المذنب فوراً. إنه مايكل، فهو الوحيد القادر على الصعود إلى النافذة. مهلاً لحظة، ألا تعتقد بأن الجدة تستطيع فعل ذلك؟ يجب أن تراها وهي تقوم بتمارين بيربي.